ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض سلطة البابا غنوج. طبعا هنا المكونات بتاعتنا: البتنجان احنا شاويينه هنا في الفرن، وممكن تشويه على البوتاجاز بس هو سخن دلوقتي مش قادرة اقشره. ومعانا هنا الكزبرة خضراء، هنا عصرة ليمون، ومعانا الطحينة، وهنا ايه البهارات بتاعتنا: الملح والشطة والكمون والكزبرة. طبعا هنعملها على الكبة، بس الاول حاجة احنا هنقشر البتنجان. نقشره الاول خالص، هنشيل منه القشرة السوداء دي، هنشيلها خالص منه عشان ايه نعرف نضربها على الكبة. وكده يا حبايبي خلاص قشرناها خالص من القشرة السوداء بتاعتها. لازم نشيل منها القشرة السوداء خالص، ما نخليش فيها، عشان ايه لو اتضربت معاها بتديها مرارة. نشيل دي اي قشرة سوداء نشيلها منها. شايفين حلوة ازاي جميلة؟ طبعا دلوقتي هنحطها في الكبة. نحطها كلها كمية في الكبة. هضربها. هنحط معاها الليمون، احط معاها الخل، مش كتير خل. احط التوابل كلها والكزبرة والطحينة. طبعا نحط كمية حلوة من الطحينة. استنى يا بيشو. طبعا ابني واقف جنبي بيساعدني. بيشو قول هاي. طبعا هنزل كمية الطحينة كلها وارجع لكم تاني. وكده يا حبايبي حطينا البتنجان وكل المكونات مع بعض، هنضربها في الخلاط. وكده يا حبايبي خلاص احنا ضربناها خلاص كده. شايفين السمك بتاعها ناعمة وجميلة ازاي؟ ممكن تضربيها في الخلاط او تضربيها في الكبة او تهرسيها ممكن بالشوكة، اي حاجة تبقى جميلة معاكي. طبعا احنا اخر خلاص هنفضيها في الطبق. وبكده يا حبايبي خلاص خلصنا مع بعض البابا غنوج. شايفين جميلة وحلوة ازاي وسهلة خالص، مش بتاخد معانا وقت. طبعا نعمل التكة الاخيرة بتاعتنا، نظبطها كده الاول، نعمل حفرة في النص. طبعا اخر حاجة هنحط ايه معانا؟ الزيت، اي نوع زيت زيتون او اي زيت عادي، طبعا مش كتير كده. خلاص وبكده حبايبي خلص معانا سلطة البابا غنوج. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك. باي باي.